أول لما الحرب بين إسرائيل وإيران تبتدي اعرف إن العالم مش هيستمر بعدها 1290 يوم حسب المذكور في كتاب النبي دانيال في الصفحة رقم 12 من 2600 سنة. النبي دانيال قالك من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. طب ايه هي ركسة الخراب وإقامة ركس المخرب؟ إقامة ركس المخرب وركسة الخراب دي علامة مكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، من أقوى علامات يوم القيامة. عشان تفهمها لازم تروح للصفحة رقم 8. ولما تروح للصفحة رقم 8 في كتاب النبي دانيال انت كده بتروح في أخطر صفحة مكتوبة على وجه الأرض. الصفحة دي مكتوب فيها نهاية العالم، وإن في علامة سياسية هتحصل في الأرض بعديها هيجي نهاية العالم، والعالم مش هيستمر بعدها 1290 يوم. بيقول لك النبي دانيال إنه شاف رؤية. الرؤية دي مكتوبة في الصفحة رقم 8. الرؤية دي مكتوبة بالشفرة عشان ناس تفهمها وناس تستهزأ بيها. طب يعني إيه مكتوبة بالشفرة؟ وليه مكتوبة بالشفرة؟ مكتوبة بالشفرة عشان المؤمنين بالله وحدهم بس توصل لهم، أما الغير مؤمنين بالله فهم سكرانين في ظلمات الليل ومش هيفهموا الكلام اللي أنا بقولك عليه دلوقتي. لكن أنت من المختارين والكلام ده هيوصل لك. بيقول لك ايه الكلام ده؟ بيقول لك النبي دانيال شاف كبش وتيس من المعز بينطحوا بعض في الشرق الاوسط. الكبش ده ايران والتيس من المعز هو اسرائيل حسب المكتوب في النبوة اللي هنقراها مع بعض. بمجرد ما الحرب دي تشتغل بيقول لك ايه؟ وتعظم حتى الى جند السماوات وطرح بعض من الجند والنجوم الى الارض وداسهم وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية. طب مين اللي هيعمل كده؟ بص، بمجرد ما اسرائيل وايران يضربوا بعض الولايات المتحدة الأمريكية هتيجي لدعم إسرائيل وهتضرب إيران وهتضرب المفاعلات النووية الإيرانية، والشرق الأوسط هيتحول لساحة حرب كبرى، وكل الدول الخليجية مش هتكون بمنأى عن الحرب دي. حلو الكلام؟ مين اللي هيتعظم ويجعل جند على المحرقة الدائمة؟ وفي نهاية السفر بيقول لك ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. الولايات المتحدة الأمريكية الإسرائيلية أول لما تضرب إيران هتتعظم وهتجعل جند على المحرقة الدائمة. يعني إيه كلمة المحرقة الدائمة دي؟ المحرقة الدائمة دي كسر حرية بني البشر في العالم الروحي، هي علامة روحية. يبقى العلامة السياسية هي حرب إسرائيل وإيران مش هيستمر بعدها العالم 1290 يوم. العلامة بقى الروحية هي إقامة ركس المخرب، يعني كسر حرية بني البشر وإرغام الناس على فعل الشر. يعني الشخص يبقى عايز يتوب مش قادر يتوب، انغلاق أبواب الرحمة، والكلام ده بتشوفه دلوقتي في الجيل اللي احنا عايشين فيه. حلو الكلام؟ نرجع بقى نقرا النبوة مع بعض. بيقول لك إيه النبي دانيال؟ ورأيت في الرؤيا في الصفحة رقم 8 اللي بقولك عليها، ورأيت في الرؤيا وأنا عند النهر أولاي رفعت عيني ورأيت إذ بكبش واقف عند النهر وله قرنين والقرنين عاليان والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا. ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يديه وفعل كمراداته. ده الكبش. هنيجي بقى للماعز اللي هينطحوا بعض في الشرق الأوسط. الكبش ده إيران، وبما يقول لك قرنين الأعلى طالع أخيرا ده إيران ولبنان. قرن لبنان اتكسر دلوقتي وفاضل إيران، فبيقول لك ليه قرنين. حلو الكلام؟ فبيقول لك إيه؟ وبينما كنت متأمل إذ بتيس من الماعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. بيتنبأ إن إسرائيل هتيجي من المغرب معاها كل الغرب الجماعي على وجه كل الأرض ولم تمس الأرض. يعني هتيجي بالطيارات، مش هتيجي في حرب برية، هتيجي على إيران بالطيارات، لأنه قال لك بالنص وجاء على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. كلمة لم يمس الأرض دي اتنبأ إن الضربة دي هتكون جوية لما قال لك لم يمس الأرض. كلام خطير، كلام صدقني خطير. اللي يفسر الكلام ده يعرف ان احنا عايشين في نهاية العالم في اخر فترة من تاريخ العالم. بص تعالى نراجع النبوة مع بعض نكملها. بيقول لك ايه؟ ولم يمس الارض وللتيس قرن معتبر بين عينيه. يعني الغرب الجماعي كله ده في قرن معتبر بين عينين هو اللي هو اسرائيل هيضرب ايران بالقرن ده. وجاء الى الكبش يعني جاء الى ايران صاحب القرنين الذي رأيته واقف عند النهر وركض إليه بشدة قوته ورأيت قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحوا إلى الأرض وداسوا ولم يكن للكبش منقذ من يديه. فتعظم تيس المعز جدا ولما اعتز تعظم حتى إلى جند السماوات وطرح بعض من الجند والنجوم إلى الأرض ودسهم.
يعني أمريكا الإسرائيلية هتضرب إيران وهتتعظم جدا لدرجة إنها تصعد إلى النجوم وطرح بعض من النجوم ودسهم، يعني تسيطر على كل العالم الروحي أو تسيطر على كل الثقافات. لأن الفرس دول ليهم ملاك اسمه ملاك فارس هو اللي واقف عليهم، وإسرائيل دول ليهم ملاك اسمه الملاك ميخائيل هو اللي واقف عليهم. الملاكين دول هيشتبكوا مع بعض في حرب إسرائيل وإيران. حلو الكلام. والعملية هتجر العالم الروحي كله للحرب الكونية الكبرى هرمجدون اللي ما بين الخير والشر. يعني هنقول مع بعض حرب هرمجدون مش حرب سياسية ما بين الجيوش في الأرض بس، لأ دي حرب ما بين السماء والجحيم. حلو الكلام. الوقت قريب. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده الله نبهني ليه وأرسلني عشان أقول لك العلامة السياسية دي، إن بمجرد حرب إسرائيل وإيران العالم مش هيستمر 1290 يوم. طب تأكيد النبوة دي مكتوبة في نبوة تانية، كتاب النبي زكريا. معنى كلمة النبي زكريا معناها ذكر الله. والنبي زكريا ده من بعد السبي البابلي فحوالي برضه من 2600 سنة 2700 سنة بالظبط. الكلام ده مكتوب بالنص، بيقول لك ايه: وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. هنا الله بيتكلم عن نهاية الأيام، إن في شبه فوضى كبيرة هتحصل حوالين أرض إسرائيل، مكتوبة في الصفحة 12 من كتاب النبي زكريا، وراجع وراي. بيقول لك: في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على كل بيت يهوذا وأضرب كل الشعوب بالعمى. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن كل جيوش العالم هتنضرب بالعمى وهتيجي حوالين الموضع المقدس بسبب حرب إسرائيل وإيران، وهتكون الحرب العالمية الثالثة الكبرى. فبيقول لك إيه: فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم القدس قوة لي برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا، أمراء يهوذا دول يعني الجيش الإسرائيلي، كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حواليهم عن اليمين وعن اليسار. النبوة دي بتتحقق دلوقتي، لأن إسرائيل طلعت ضربت لبنان وضربت اختلت نصر الله وضربت كل أقطاب لبنان، وراحت سوريا ضربت كل نظام بشار الأسد. وبعد ما ضربت نظام بشار الأسد صنعت في وسط سوريا حصان اسمه حصان طروادة، هو أبو محمد الجولاني الإرهابي، حصان طروادة الإسرائيلي في وسط سوريا. حلو الكلام. هتلاقيه مهما إسرائيل ضربته هو ما يردش على إسرائيل، وبسببه إسرائيل هتاخد نص سوريا. نروح بقى لفين؟ نروح للأردن، عايزة تهجر بتوع الضفة الغربية للأردن. نروح لمصر في سينا، عايزة تنزل كل فلسطينيين غزة في سينا وتكسر معاهدة السلام. فبيقول لك النبوة هنا في تطابق ما بين الأخبار اللي أنت بتسمعها. هو فعلا أمراء يهوذا اللي هو الجيش الإسرائيلي كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلهم كل الشعوب حواليهم على اليمين وعلى اليسار، يأكل كل الشعوب حواليهم. بيقول لك إيه: ويكون الرب ملكا على كل الأرض، ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على القدس أورشليم. يعني الله هيخلي مدينة القدس أورشليم دي تجمع حواليها 4 زوايا الأرض، هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بسبب حرب إسرائيل وإيران، وكل الجيوش ده تجتمع حوالين القدس، والله هينزل في الحرب العالمية الثالثة. عيونه هتكون من نار ولهيب، عيونه هتكون من نار ولهيب، وكل الناس بقى هتشوفه وعلى عينك يا تاجر. وهيكون صورته على كل وسائل الإعلام، والشمس دي هتطفي والقمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج. وهيكون يوم واحد ك1000 سنة، يوم لا طلع له نهار ولا نزل له ليل، يوم خارج حدود التقويم اسمه يوم الفوضى أو يوم القيامة الشهير، اللي هو في وسط الحرب العالمية الثالثة أول لما تبتدي في الشرق الأوسط اللي احنا ساكنين فيه. طيب، الله عمل فلك اسمه فلك نوح التاني. الفلك ده إنقاذ للمختارين اللي هم ساكنين في العالم دلوقتي. طب ازاي تخش فلك نوح التاني؟ لازم تعرف فين عنوان فلك نوح التاني. فلك نوح التاني هو السيد يسوع المسيح ابن الله الحي. ان امنت بيه تبقى دخلت في الفلك معاه، ان امنت بيه تبقى دخلت فين؟ في الفلك معاه. اما ان رفضته ورفضت الصليب الفداء ورفضت القيامة من الاموات لن تكون لك حياة ابدية، بل يمكث عليك غضب الله، حسب المكتوب في الكتاب اللي انا بقرا لك منه دلوقتي. ما النبوة دي انا مش جايبها من نفسي، النبوات دي مكتوبة في الكتب المقدسة، الكتاب المقدس. وده أول كتاب اتطبع على الأرض، وده الكتاب الأصلي الحقيقي. حلو الكلام. فالوقت قريب. أنا كده بثبت لك بالدليل القاطع إن إحنا داخلين على نهاية العالم، في الحلقة الأخيرة في نهاية العالم، عند نهاية التاريخ على حافة الزمان. فاستعدوا استعدوا للقاء الله إلهكم.